الهدف وأمان الهدف، العرضية والتغطية الدفاعية، لكن التسديدة والكرة وين تنفض الشباك التي ظلت صامتة، ظلت ظامئة، ظلت مشتاقة لهدفها الأول، ويأتي أخيرا عن طريق سمان سعيد. شوف الكرة وين صعبة، ورغم التألق، رغم البراعة، رغم الجمال يا حميد النجار. والسلام هنا أمامنا، هنا عزف جماعي، تقدم للأمام والمحاولة لتسديد. الله في الجول، سلام على الهدف وعلى جمال الهدف، ويا للجمال، يا علاء يا عباس، يا للإبداع ويا للجمال. قيثارة ومعزوفة جماعية يا حكيم يا شاكر من لاعبي الزوراء، والفرحة الثانية حاضرة في ملعب كربلاء، وكما هو مكتوب نادي الوصل. انطلاقة أمامية وكرة ملعوبة، محاولة هنا للمرور والانطلاقة والبحث عن كرة عرضية وفي الجول. عرضية وثلاثية والفرحة العراقية لا حدود لها مع الزوراء، لا حد لها مع الزوراء. تعاود الابتسامة مدرجات ملعب كربلاء بهدف ثالث، وقلنا يا جماعة بهذا الأداء هناك أهداف قادمة، هناك أفراح. انطلاقة بصورة جميلة، وهذه ورايق تماما على عباس، يضع الكرة في الشباك بهدف جميل وهدف رائع، ويا هدوءك ويا امتاعك ويا جمالك ويا متعة. ومحاولة داخل منطقة الجزاء والبحث عن كرة عرضية وفي الجول. بلا رحمة بلا رأفة يقسو الزوراء على الوصل برباعية في ليلة من ليالي الأنس والطرب الكروي العراقي. هدف رابع يأتي للزوراء من ليالي الأنس والمتعة والطرب العراقي. الهدف الرابع يأتي عن طريق الجميل على الحيمة، انطلاقة أمامية وعرضية، وخلاه يجيب الرباعية. وفرحنا هذه رسالة أحمد جلال، وقال علي رحيمة أهلا بالفرحة الرابعة وأهلا بالابتسام الرائع أمامنا. وأجمل من الأهداف كما ذكرت هذه الأهداف الملعوبة. فهل تكون نظرة ولقاء مع الشباك بخماسية؟ نعم في الجول الخماسية لنادي الزوراء. وقالوا زمانا، قالوا قديما ارحموا عزيز قوم. قاسية الخماسية. كرة تعانق الشباك وتعلن عن الهدف الخامس، ناطقة بالشكر والحمد على هذه مباراة الذهاب كانت مع نادي النصر ونادي شباب دبي. هذه فرصة وهناك هدف. يفتتح التسجيل حسن محمد، يفتتح التسجيل ويرسم البسمة على وجه ريجي كامف المدرب الروماني. بداية قوية وبالفعل ما قام به حسن محمد يستحق الإشادة. سجل ومر بسهولة، وهذا كان أمرا غريبا. الدفاع طبعا حتى ما عملش عليه أي عملية بريسنج. حاول المدافع مصطفى محمد رقم 2، فشل وأكمل طريقه حسن ولكن كمل طريقه كأهداف هذه كرة عالية داخل منطقة الجزاء على الطير. الله ما أجمل هذا الهدف، الله ما أجمل هذا الهدف. علاء عباس هذه كراته، هداف نادي محمد عبد الله لم يلمحها إلا وهي في شباكه.
رفعها بالفعل حيدر الشمري من اليمين، وطبعا لاعب من أبرز الهدافين بالدوري قر على الأرض، وخرجت من قدمه مثل المدفع. نعم زورائية، لكن أيضا هناك رغبة كبيرة عند اللاعبين. رائع على اللاعب أحمد فاضل، يا مدفع قدمك يا أحمد يا فاضل، مدفع. نعم انطلقت من قدمه مثل المدفع، تستقر في أقصى الزاوية لمرمى حميد عبد الله. شوف 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 شوف، لا 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 مش معقول، أوه مش معك الحارس حميد عبد الله. وهدف آخر لفريق الزوراء العراقي، هدف في منتهى الروعة. نعم أقول طبعا أن فريق الزوراء صعب أن يكرر 5-0، ولكن الرغبة كبيرة وموجودة عند اللاعبين أن يكرروا الفوز، ويبدو أنهم طبعا باتوا قريبين لتحقيق ذلك. أمامية ملعوبة، أمامية، ويحاول شوف السرعة، شوف السرعة، شوف السرعة، يا سلام يا سلام على تمريرة، الله مزيكا يا زوراء، مزيكا يا زوراء، مزيكا يا زوراء، يا على الهدف الرائع. لا لا لا، مهند وعلاء، مهند وعلاء يحفظون بعضهما عن ظهر قلب. رائعة رائعة رائعة، ومسك الختام، مسك الختام للشوط الأول. مزيكا والله، مزيكا، متعة من فريق. غريب المباراة طبعا بالنسبة لفريق الوصل، كيف بدأها قويا ولكن أصبح بعد ذلك مرماه سهل المنال. علاء، يا سلام يا علاء، أدخل مرماه وكله بكم كبير جدا، لكن بالفعل شوط رائع في نهايته من قبل نادي الزوراء. كيف قلب الطاولة على فريق الوصل الإماراتي اللي سجل في وقت مبكر. حسن محمد سجل للوصل، وبعدها تدخل هذا الرجل علاء عباس، تعادل علاء عباس. علاء عباس اللاعب اللي طبعا قبل هذه المباراة كان عنده 4 أهداف، صار عنده 6 أهداف، يعني من اللاعبين اللي نجم شهوان. نقلات جميلة، وهذا حيدر الشمري عماله بيقوم بعمل كبير جدا من جهة اليمين. أهداف كلها كرات على الطاير، لبست في قدمه في البعيدة، أيضا لبست في اليسار واستقرت في اليسار. رابع أهداف نادي الزوراء. يا زوراء يا زوراء، ماذا تفعل هذا اليوم؟ يا كبير يا زوراء، يا كبير يا عملاق. نعم نادي الزوراء. الهدف السابق قلنا مزيكا، الهدف هذا يستحق لقب مش طبيعي، اكسترا اوردينري ابدا، هدف رائع وغير عادي ابدا من اللاعب احمد جلال. مش معقول، احمد جلال، كرة عرضية، كرة عرضية وعلى الطاء. كبير الكرة العراقية، ربما هو هذا الموسم بعيد عن المنافسة على اللقب الدوري العراقي اللي في. إذن الغرض منح الفرصة للحارس، لأنه على أساس على ما يبدو أن النتيجة خلاص. والخامس 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 والخامس، لا 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 لا، حقيقة فعالية يمكن نسبة 100%. الفعالية هذا اليوم 100%. وماذا تفعل يا حميد؟ ماذا تفعل يا حميد؟ الوصل بالفعل وكأنه انهار تماما مع توالي الأهداف، وجاء دور مهند عبد الرحيم الهداف العراقي الكبير. مهند، ها هو يسدد مهند على يمين الحارس، أرضية من خارج منطقة الجزاء. قائد فريق الزوراء يضيف اسمه إلى قائمة الهدافين. ومهند، مهند طبعا اللي عنده قبل ذلك 3 أهداف صاروا 4، صار عنده 4 أهداف في دوري أبطال آسيا لهذا العام. سجل ثنائية في مباراة 5-0 على الوصل، وأيضا سجل هدف في مرمى جوبهان، واليوم طبعا يصل بمجموع أهدافه إلى 4. سابقا هذا هو أحمد محسن، وكما نعلم حسين علي حاليا يلعب مع نادي قطر القطري، ولكنه كان من اللاعبين اللي كان لهم دور مهم جدا في السنوات اللاعبين، وأيضا عند المدرب ريجي كامب إذا بقي ريجي كامب، إذا بقي. هذه هي المناولة الرائعة في بداية المباراة. لما ترك نادي الهلال السعودي ذهب ودرب سنة واحدة في بلغاريا، لكن هذا اليوم بالتأكيد تفوق عليه بشكل مطلق فريق الزوراء بعد فعالية عالية، وبعد طبعا أداء يعني كان مثير للاستغراب من لاعبي الوصل الذين بالفعل شعرنا وكأنهم يعني عملية الضغط الدفاعي، من بيضغطوا على لاعب يسدد على المرمى ما فيش، فبالتالي كان التسديد بكل راحة ويسر، وأسفر عن 5 أهداف. انتهت دقيقتان في هجمة قد تكون الأخيرة، قد تكون الأخيرة وقد تؤدي إلى 6، لم تؤدي وخرجت، وأعتقد أنها آخر كرات المباراة. نعم.